مباراة الهلال وريال مدريد نهائي كأس العالم للأندية، الموعد والقنوات الناقلة وهنقدر نتفرج على المباراة ازاي، كل ده هتشوفه من خلال فيديو النهاردة. لكن في البداية خلينا أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، في البداية صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أفضل من أي شيء. نادي الهلال السعودي بعد ما استطاع التغلب على فلامينجو وأدى مباراة أكتر من رائعة ويستحق إن هو يكون في النهائي. ونادي ريال مدريد بعد ما اكتسح النادي الأهلي، خلينا نقول كده برغم إن أنا أهلاوي، المباراة الأهلي لعب فيها لكن ما كانش عنده الحس الهجومي، ما كانش عنده اللي يعمل فينش في المباراة ويخلص المباراة. للأسف الشديد في الوقت الضايع كان عندنا أمل إن الأهلي يجيب جون ويتعادل ويصل للإكسترا تايم أو ضربات الجزاء، لكن للأسف الشديد الريال استطاع إن هو يسجل هدفين والنتيجة تنتهي 4-1. واحنا عارفين إن الريال تقيل عالميا، يعني ده ريال مدريد برضو نحمد ربنا إن الأهلي أدى قصاده كده، ولكن السكور عالي شويه بالنسبه للنادي الاهلي. والاهلي هيلاعب فلامينجو والهلال هيلاعب ريال مدريد. طبعا مباراه الهلال وريال مدريد هتكون يوم السبت في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 بتوقيت مكة المكرمة، و11 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتكون الساعة 8 بتوقيت المغرب وتونس. القنوات الناقلة للمباراة قنوات الاس اس سي السعودية، وهتبقى موجودة على شاهد VIP، وهتبقى موجودة على قناة ازدهار اللي هي اي سبورت اللي هي موجوده، او اي تي في الموجوده على النايل سات، واللي ترددها 11636، معدل ترميز 27500، الاستقطاب في عمودي. طبعا ده بالنسبه لمباراه الهلال وريال مدريد في النهائي. يا ريت تكتبوا لنا توقعاتكم مين هيكون بطل، مع ان انا بقول المباراه اللي قدمها الهلال مباراه كانت رائعه ويستطيع ان هو يكون بطل كاس العالم للانديه. اكتبوا لنا توقعاتكم عن نتيجه المباراه في التعليقات، وانتظروا كل جديد على القناه. ويا ريت الناس تعمل لايك للفيديو. القناه كنا واخدين وقفه عليها من النشر، واخيرا ان هي رجعت تاني. في النهايه بقول لكم صلوا على النبي وسلام.